بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. هنحضر معانا المكونات بتاع القرص الطرية، وهي عبارة عن كيلو دقيق. وهنشوف مع بعض المكونات كده خطوة خطوة مع بعض. هنركن الدقيق، هنحتاج بس كيلو منه، وهنجيب كوب من الحليب الدافي او الفاتر. هننزل عليه بمعلقة من السكر ومعلقة كبيرة برضو من الخميرة، ونسيبهم كده ندوبهم مع بعض علشان نعمل تيست للخميرة بتاعتنا ونشوفها فعالة ولا لا. الخطوة دي مهمة جدا، لو انت مش متأكدة من الخميرة بتاعتك لازم تعمليها، علشان دي مهمة في نجاح اي مخبوزات. هنركن بقى الخميرة لحد ما تتفاعل، ونجيب الدقيق بتاعنا. احنا قلنا طبعا معانا كيلو دقيق من الدقيق المتعدد الاستخدام. وبعد كده هننزل عليه بالمواد الجافة اللي عندي معلقة كبيرة من البيكنج باودر. هننزل بيها كده، بتخلي القرص بتاعتي طرية جدا وهشة وقلبها مفتح كده ومش مكتومة. وعندي معلقتين كبار من السمسم المحمص. انا حمصته كده في طاسة فاضية بدون اي مواد دهنية ولا اي حاجة، لحد ما ياخد اللون الذهبي كده وخلاص. هنزل بربع معلقة من الملح، اللي هو طبعا البركة او السنة. لازم طبعا اي مخبوزات نحط فيها ملح. وكمان هنبتدي بقى نكمل المكونات بتاعنا، بس بعد ما نقلب المواد الجافة كده في الدقيق. لازم نقلب السمسم مع البيكنج باودر وكمان الملح، علشان الدقيق يبقى متقلب فيه كل المكونات. هنجيب كمان المواد السائلة بقى اللي هنعجن بيها. عندي كوب من السمنة او سمنة على زيت على حسب المتوفر، وعندي معلقتين كبار من القشطة. القشطة هنا بتطري العجينة جدا جدا، وبتخليها يعني احنا عارفين ان هي قرص طرية. قد ما تقدري حطي قشطة. ما شاء الله دلوقتي الخميرة ابتدت تتفاعل كده، وهنبتدي نعجن بقى بالمواد السائلة ما شاء الله. واحتاجنا شوية لبن ممكن نحطها او مية دافية. انا عجنتها زي ما احنا شايفين عشان ما اطولش الفيديو. بتبقى طرية كده، يعني ما بتبقاش يابسة جدا، علشان تبقى سهلة في الفرد، وفي نفس الوقت ترفع معانا وما تبقاش ناشفة. هبتدي بقى اغطي العجينة بتاعتي واحطها في مكان دافي، وغطيتها بستريتش راب كده. على حسب الجو بقى بتسيبيها لحد ما تختمر. في الشتاء ممكن تسيبيها ساعة، في الصيف ممكن يبقى أقل من كده. غطيتها بفوطة كمان وركنتها كده. وهبتدي بقى افصص العجوة بتاعتي. عندي بشيل البذرة بتاعت العجوة، وكمان في جزء كده فوق اللي هو بتاع العنقودة بتاعت العجوة دي لازم تشيليه. خلي بالك انا طبعا صباعي مجروح، فلابسة جلافز كده في ايد واحدة علشان خاطر بس ايه بيضايقني. هبتدي اخلص العجوة كده، وبعد ما فصصتها شلت النوى كله. جبت معلقة من السمنة، ويفضل طبعا تكون سمنة بلدي. وابتديت بقى اهرس في العجوة بتاعتي كده. ممكن لو عندك ميكروويف تحطيها فيه دقيقة ولا حاجة، بتطرى معاكي وبتعجنيها بايدك بقى، وبتبقى معجون. وممكن تجيبي معجون جاهز من اي سوبر ماركت، او بقالة جنبك على طول، اسهل من كده. ونبتدي نشكل العجوة بقى كرات. انا هخليها كرات كده صغيرة قد الليمونة الصغيرة كده، وكلهم لازم يكونوا قد بعض طبعا، علشان لما نحشي العجوة تبقى كل الحشوات زي بعضها. طبعا العجوة مغذية جدا، والقرص الطرية مغذية لأولادنا، خاصة في الشتاء. يعني بتدي طاقة حلوة ودفى جنب كوباية الشاي أو الشاي بالحليب كده في ساعات المذاكرة في السهر بالليل، بتبقى جميلة جدا. خلصنا العجوة تشكيل كده بمنتهى السهولة، ما أخدتش معنا وقت زي ما احنا شايفين. وهنبتدي بقى نشوف العجين بتاعنا. كل الخطوات دي بنعملها على ما العجينة تختمر، بنكون خلصنا خطوات اللي هي ايه تجهيز العجين دي. اللي ما شاء الله العجينة بتاعتي اختمرت، اللهم بارك، ورفعت كده وحجمها اتضاعف. هبتدي اقطعها بقى كده وانا واقفة كده كرات قد مثلا اليوسفي، او مثلا الليمونة الكبيرة كده.
كرات انا بحبها مش صغيره قوي علشان تبقى طريه وما تبقاش ناشفه. خلصت تقطيع العجينه كلها زي ما احنا شايفين، ولازم اغطيها بكيس بلاستيك كده علشان وشها ما ينشفش وتعمل قشره وتبقى شكلها مش لطيف. هجيب بقى صواني الخبز. انا طبعا بحب اخبز في صواني ألمونيوم، توزع الحراره كويس جدا وبتخلي النتيجه بتاعه المخبوزات حلوه قوي. هبتدي اجيب اول واحده قطعتها بتبقى ارتاحت، واجيب العجوه بتاعتي افردها بالشكل ده. شايفين معايا الخطوه دي مهمه جدا نركز فيها كده مع بعض، والم العجينه كده عليها واقفلها، والقفل ده اخليه لتحت، وافرد بقى القرصه بتاعتي. بس احاول اخلي سمكها مش رفيع علشان تبقى طرية ما تكونش ناشفة معايا. هنعمل واحدة تانية زي ما احنا شايفين. بفرد القرصة بتاعتي زي ما احنا شايفين كده، وافرد كمان الحشوة اللي هي العجوة، وقربت الصورة كده عشان تبان اكتر. وبلم بقى حروف العجينة عليها على العجوة واقلبها. القفل لازم يكون لتحت، وبعد كده بفردها بسمك مش رفيع علشان تبقى حلوة كده فيها طرية كده وما تكونش ناشفة. هنعمل تاني كمان واحدة. فردنا العجينة وبعد كده بنفرد العجوة بالشكل ده، وبعد كده نلم الحروف بتاع العجينة على العجوة ونقفلها كويس جدا علشان ما تنزلش وتتحرق في الصينية. وبعد كده نخلي القفل لتحت ونفرد القرصة بالشكل ده بسمك كويس جدا علشان ما تكونش رفيعة وناشفة. عملنا شكلنا كام واحدة كده. هنبتدي بقى نخلص الصينية بتاعتنا زي ما احنا شايفين. ما شاء الله اللهم بارك. عملت اول صينية بالشكل ده، وهنرجع نكمل بقى باقي الكرات اللي عندي. اللهم بارك. زي ما احنا شايفين دي تاني صينية عملتها، في جزء منها بالعجوة وفي جزء منها بدون عجوة لان العجوة كانت خلصت. وطبعا في ناس بتفضل تاكل بدون عجوة مع الشاي، وفي ناس بتحب بالعجوة. خبزتها اللهم بارك. كنت مولعة الفرن قبل ما ابتدي ابطط القرص، كان سخن ودخلت على فرن سخن اللهم بارك. طلعت معايا كده. طبعا ريحتها شوية بعد الفرد ودخلت. شايفين معايا لونها تحفة ازاي؟ اللهم بارك. لونها تحفة من اطرافها ومن الوسط ومن كل الاماكن. دي اول صينية خرجت معايا، فضيتها كده على الصينية دي. شايفين اللون؟ شايفين الطراوة؟ اللهم بارك. مفيش بعد كده. هنكمل بقى ونعبي الصينية التانية كانت خرجت، عبيتها على الصينية كده. شايفين معايا؟ اللهم بارك. كيلو دقيق عمل معايا الكمية الحلوة دي. شايفين؟ تبارك الرحمن. طرية جدا وقلبها مفتح ولونها خطير زي ما احنا شايفين. شايفين الطراوة؟ شايفين حمرا ازاي من تحت ومن فوق، واخدة نفس اللون الذهبي الجميل. شايفين من قلبها؟ ما شاء الله اللهم بارك. قطنية جدا. شايفين الطبقات عاملة زي القطن بالظبط. مورقة كده وهشة. شايفين الهشاشة بتاعتها؟ وطرية. شايفين؟ زي الاسفنج. وكمان الحشوة فيها ملياها من الحرف للحرف. الحشوة مش في الوسط بس، ملياها من لحد الطروف زي ما احنا شايفين، علشان لو اكلتي من اي مكان تكون في الحشوة وحمرة من فوق ومن تحت. تبارك الرحمن. مخبوزة صح جدا علشان دخلت على فرن سخن، وكمان ارتاحت بعد الفرد، ودخلة مرفوعة كده اللهم بارك، وطرية، و لونها تحفة وطعمها وريحتها بقى مش قادرة اوصف لكم جمالها. مقاديرها مظبوطة 100%. جربوا القرص الطرية بالمقادير دي هتعجبكم جدا. وان شاء الله نتقابل دايما في كل جديد. وختاما سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.